اتكلمنا عن المراحل السبعة للعلاقة العاطفية، والفيديو ده هقولك ازاي تتعاملي صح في كل مرحلة من المراحل السبعة. المرحلة الأولى الانجذاب، هتلاقيه هنا بيبعتلك الصبح بدري، بيسأل عليكي طول اليوم. ازاي بقى تتعاملي في المرحلة دي؟ في المرحلة دي ما ينفعش تدي أكتر من اللي انتي بتاخديه. إياكي والتعلق السريع، ركزي على الملاحظة مش التوقع، وعلى الأفعال مش الكلام، وابدأي حطي حدود صحية. المرحلة التانية الشغف، أو اللي بنسميها شهر العسل. بدل مثلا ما بتقعدوا 3 ساعات مكالمة، خلوها نص ساعة بس، والباقي انشغلي بقى بحياتك. ازاي تتعاملي في مرحلة الشغف؟ ان يكون عندك اتزان. استمتعي، ما قلناش حاجة، بس ما تعيشيش حياتك كلها على التليفون طول اليوم. في نفس الوقت تسيبيله مساحة يشوف حياتك وشغفك. لو عندك هواية، عشان يعرف ان يومك فيه أنشطة، ان يومك نفسه مش كله متعلق بيه هو بس. أما بقى المرحلة التالتة وهي الاندماج والتعلق، يعني مثلا هتلاقيه بيرد بعد كذا ساعة. هنا بقى بيشوف ردة فعلك، وإن انت تبيني له إن انت عندك حياة كاملة، وإن حياتك مش واقفة عليه. ازاي بقى تتعاملي في المرحلة دي؟ مهما قرب انت تفضلي محتفظة بحياتك، ما تتلويش. يعني ايه ما تتلويش؟ جوه كيانه هو أو جواه هو، لأ، انت حاولي تظبطي إيقاع العلاقة. الاندماج مش معناه إنك تنسي نفسك. نيجي هنا بعد كده للمرحلة الرابعة وهي الاختبار والتحديات. مثلا هتلاقيها يا ستي كل يومين مثلا ابتدى يتكلم، 3 أيام. مثلا هتلاقيه شوية كده بطل، يعني ما بقاش بيخطط اللي هو يشوفك. انتي بقى ازاي تتعاملي في المرحلة دي؟ ردك الهادي هو اللي هيحدد مصير العلاقة ونظرته ليكي. فانتي في الفترة دي لازم يكون عندك ذكاء عاطفي. حاولي تحلي المشكلة، ولو لقيتي مثلا بيهرب وقت الخناق أو وقت المشكلة، ده معناه ان انت مثلا هتبقي محتاجة ان انت تخففي من حدة اسلوبك. يعني انت لو من البنات كده اللي هي اللي بتنفعل كده واسلوبها كده دبش، لا، المرحلة دي حاولي تخففي كده اسلوبك، وما يبقاش اغلبه لوم. المرحلة دي بقى تحدد وبتقرر العلاقة هتكمل ولا هتقع. المرحلة الخامسة وهي انسحاب الرجل. هديكي مثال، هنا بيبتدي الراجل ينسحب، بس هيرجع تاني، هيبان تاني بصورة تانية، يعني بس بحذر، بس مش هيبان زي الأول كده كتير كتير، لأ، هيبان بس بحذر. انت هنا دورك انك تتعاملي ازاي في الموضوع ده. انت هتستقبليه من غير استعجال أو ضغط. الحل بقى انك تسكتي، تسيبيه يرتاح كده، ما تطلبيش اهتمام، ما تلحيش ولا تسألي انت مالك ولا ليه اختفيت، لان الانسحاب ده بيكون طبيعي جدا عند الرجالة. ولو عديتيه بهدوء هيحس ان انت شخص عنده ثبات انفعالي، وهترجعي اقوى في العلاقة، وهيشوفك بنظرة مختلفة. المرحلة السادسة بقى وهي مرحلة العودة. هديكي مثال، بيبدأ هو يظهر من جديد بس بشكل أهدى، وانتي بتراقبي هل بقى ملتزم واضح ولا مش ملتزم، هل بقى واضح مثلا ولا لأ. ازاي بقى تتعاملي في المرحلة دي؟ تستقبليه بس المرة دي بعقلك. بمعنى بعقلك؟ يعني احنا مش هنرجع له العلاقة كده على الجاهز كده فجأة لنفس حماس الأول، لا، هتردي مثلا عليه بردود بسيطة، تقولي له تمام، وتبتدي اللي هو نكمل بس على هدوء يعني. وتراقبي بقى، تراقبي الثبات، مش تراقبي الكلام وبس. المرحلة السابعة الاستقرار والالتزام، وهنا هتلاقيه وجوده ثابت، بيحدد معاكي مواعيد واضحة زي مثلا قراية الفاتحة، الخطوبة، وبيعرفك على ناس مهمة في حياته. ازاي تتعاملي في المرحلة دي؟ انك تركزي اكتر على الاحترام، على الوضوح والصراحة، وعلى الوقت، وعلى القرارات المشتركة، لان المشاعر لوحدها عمرها ما كانت كفاية في المرحلة دي. ودي كانت كلمة من قلبي ليكم، اشوفكم في حلقة جديدة. سلام.